بسم الله. زي ما عودناكم يا جماعه، ادي الفيديو الثاني. الشقه دي خلاص خلصناها والاسانسير اهو. هندخل بقى على الشقه الثانيه بعد ما وريناكم السلم كله رخام يا جماعه، الارضيات سيراميك، وادي الاسانسير. الدور فيه زي ما انا قلت لكم 5 شقق، تمام. الدور فيه 5 شقق، تمام. ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5. نرجع تاني، وادي الاسانسير. يبقى ادي 1 2 3 4، وادي السلم، وادي 5. نعمل واحده بانوراما كمان. ما تنسوش يا جماعه تدعمونا باشتراك ولايك. شايفين يا جماعه الوسع بتاع السلم، شايفين البراح، شايفين السلم واسع قد ايه، شايفين الحجم، عشان تبقوا معانا دايما باذن الله. ادي شقه، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي الاسانسير، ادي الخمسه. الخمسه دي بقى ندخل عليها بسم الله. الخشب اهو، السلم خشب اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين، بسم الله. الباب خشب، تمام، وخشب من النوع النظيف، تمام تمام تمام، كل حاجه تمام. ماشي داخل اهو. الخشب من النوع النظيف، الفيش كهرباء كامله، والعدادات تمام. فادي كل حاجه يا جماعه معاكم. بصوا بقى هنا السيراميك غير التاني كان ابيض واسود، تمام. هنا السيراميك الوان جميله، فرز اول، البلاطه الكبيره 60 في 60 ليزر دي يا جماعه لازقه في بعض، مفيش بينهم فتحات اسمنت، يعني ما بتسقاش اسمنت. تبص عليها كده، تبص على جمالها. دي بقى هندستها اكبر شويه، اكبر بكتير. اول حاجه بس نخلص الباب، تمام. خلصنا الباب بكل ملحقاته، وادي الزراير، وادي كل حاجه عشان اللي يتفرج يبقى شايف كل حاجه. ربنا يبارك لكم ويبارك اللي هيشتريها مني، تمام، ويفتح عليه يا رب، لانه بيبقى تعبان في الفلوس وعايز احسن حاجه له ولاهل بيته. فربنا يسعدكم جميعا ويرزقكم الخير كله. ادي الجبسون بورد، تمام. هنا بقى في شغل جبسون بورد احسن بكتير من الشقه اللي فاتت، لانها يعني كانت مصروف عليها اكتر دي، تمام. ادي الجبسون بورد. عايزين بص ندخل في التفاصيل. ده مسقط، المسقط ده اللي فيه الاسانسير. عايزين نبص على المساحه بتاعه الشباك ده 1.5 متر، تمام. وادي المسقط، تمام. وادي فتحات التكييف فيه، مكان التكييف، والشباك خشب، تمام. عايزين بقى نتكلم على ايه؟ المسافه والبعد. طبعا مستويات الشقه مستويات. عايزين نتكلم على المسافه بتاعه كبر الشقه. احنا بنتكلم هنا دي كلها 6 متر في 8 متر. احنا بنتكلم في صاله وصالون حجم كبير، اكبر من الشقه الثانيه في حجم الصاله والصالون. 6 متر في 8 متر، تمام. يعني مساحه حلوه جدا بمستويين. هنتكلم بقى على واحده واحده عشان نجيب المستويات. من الناحيه الثانيه كمان ناحيه الباب هنلف ظهرنا هنا عشان نجيب المستوى كله، تمام. ادي المستوى 1 2، ادي صاله وصالون. ولسه ما اتكلمناش في السفره، مش هنتكلم في السفره ده، احنا بنتكلم في صاله وصالون على المستوى. شايفين المستوى؟ ماشي، المستوى ده حلو. نتكلم على فيش الكهرباء. الشقه كامله العدادات، ميه وكهرباء وغاز وكله. ادي العدادات اهي، ادي الفيش اهي. لو عديناهم هيطلعوا كتير، تمام، لان الفيش كتيره قوي ومتوزعه فوق وتحت. شوفوا بقى، ده لما يجيب واحد بتاع اساسات صح، يجيب لك فيش فوق وتحت، يظبط لك الدنيا كلها، تمام. ونشوف بقى الشباك خشب، وانا ارشح البي في سي، ماشي. يعني اللي يجي بقى ربنا يكرمه بعد ما يشتري الشقه دي يعمل كده، وممكن يركب تكييف هنا. بس هنا الهواء بحري جدا جدا، وتبص على شارع عبد السلام عارف، بس من الجنب تشوف شارع عبد السلام عارف من الجنب، لان الشقه الثانيه هي اللي على الشارع، انت هنا في الجنب، تمام. وادي البيت، وادي الصالون، وادي المساحه. هنتكلم على الجبسون بورد اللي هنا معمول بشكل حلو قوي 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 قوي. عجبني على قد ما هو بسيط، على قد ما هو جميل. انا ما بحبش يعني الجبسون بورد الكتير قوي قوي قوي، بس هو اتعمل هنا بشكل كويس جدا جدا جدا، لحد لما كل حاجه فيه واضحه انها بسيطه، بس عامله شكل جميل جدا، تمام. وادي السبوت لايتس، كل حاجه في الجبسون بورد واضحه، ماشي. هنا بالنسبه للصالون، وهنا بالنسبه للصاله، تمام. هتشوفوا كل حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. هنفرجكم على كل حاجه. ودي حيطه جدار تتعمل مكتبه او حاجه، بفيش الكهرباء طبعا، بفتحه التكييف، بكل حاجه. الجبسون بورد في كل حته في الشقه بيتكلم على شغل حلو جدا. طبعا في شغل اعلى من كده، بس الشغل الاعلى كده بيبقى مودرن، انما ده كلاسيك. وادي نبدا بقى نتكلم على السفره. يبقى احنا كده خلصنا الصاله والصالون بعد ما دخلنا من باب الشقه، ماشي. بعد ما دخلنا من باب الشقه خلصنا الصاله والصالون. ادي السفره يا جماعه. في ناس كتيره بتكلمني بتبقى من السعوديه وبره مصر واهلهم في مصر، ونفسه يشوف الشقه بالتفصيل، نفسه يمشي بيها برجله. ربنا يجيب كل واحد بيتغرب ويتعب ويشقى ويرزقه ويوسع عليه ويسعد اهل بيته يا رب، تمام. ادي الجبسون بورد، وادي السفره يا جماعه. شايفين الهندسه بتاعتها دي 4 أو 4.5 في 5.
4.5 5. مساحه كبيره، تاخد سفره كبيره جدا، متوزعه فيها فيش الكهرباء في كل حته فوق وتحت. عاجبني قوي الشغل لما تيجي تعملوه صح يطلع فوق وتحت، فوق وتحت فيش الكهرباء. وحته هندسه جميله، عملوا حته بار في الايه، بار في البتاع، بار حته بار كده بينه وبين المطبخ. ماشي، هنرجع تاني للسفره. طبعا هنا عاملين ستاره عشان الاوض ما تتجرحش. تمام، ادي السفره كامله، وادي باب الشقه، وادي الصاله والصالون نجيبها لكم بشكل جميل. تمام، عشان تشوفوا الهندسه بتاعتها. خلاص، ادي حاجه، ادي الصاله والصالون والسفره. خلصنا الصاله والصالون والسفره، هنبدا ندخل على المرحله اللي بعديها اللي هي الاوضه الرئيسيه بتاعه الاطفال. اوضه الاطفال الرئيسيه. اوضه الاطفال الرئيسيه دي تمام في الوش بعد السفره على طول. الباب بتاعها خشب، الباب خشب، تلاقي كل حاجه فيه من الخشب النظيف. السقف جبسن بورد. تمام، السقف جبسن بورد. تمام، ثانيه واحده بقى يا جماعه. نخش تاني معانا على اوضه الاطفال. السيراميك بتاعها جميل جدا بهندسه جميله. المكعبات دي بحبها قوي، دي بتتعب الصنايعي قوي في عملها، بس بيطلع شغل حكايه يتشكر عليه جدا. والف شكر للشغل الجميل ده. يا رب التصوير يعجبكم. وادي فتحه التكييف، والشباك خشب. الشباك طبعا بيطل على الجنب مسقط. ماشي، بيطل على شارع عبد السلام عارف كله هنا. شارع عبد السلام عارف كله هنا، اديكم شايفين الشارع. تمام، بس هو في الجنب. احنا الجنب يا جماعه دي الشقه جانبي، وطبعا الجانبي اقل من اللي على الواجهه، اللي على الواجهه اغلى. ومع ان الجانبي والله يا جماعه عاجبني تصميمها اكتر. ادي فيش الكهرباء. تمام، مش عارف شايفينها ولا لا في الحيطه. تمام، معلش لو التصوير مش حلو، ومعلش لو ايدي بتتحرك كتير والله يا جماعه، يعني جاي مخصوص اصورها. الناس ضغط عليا على النت عشان الناس دي بره مصر. وتحياتي ليكم كلكم، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك، ويا رب كل حاجه بقدمها لكم تعجبكم. ادي السلوك، فيش تحت وفيش فوق. نعد الفيش 1 2 3 4 5 6. في ورا الباب ولا لا؟ في ورا الباب ولا لا؟ 6 فيش في الاوضه يا جماعه، 6 فيش في الاوضه. وادي اللمض، وادي الجبسن بورد اللي في السقف. تمام، وادي الاوضه. الاوضه يا جماعه مساحتها 4 في 5. 4 في 5 تاخد سريرين بدلاب بمكاتب للاطفال جميله جدا، وربنا يسعدكم ويسعد اولادكم. تمام، ندخل بعد كده على، نرجع خطوه لورا عشان نراجع كل حاجه مع بعض. دي اوضه الاطفال، شفنا السيراميك بتاعها وشفنا المساحه وشفنا الشباك بتاعها بيطل على ايه. ادي طبعا احنا هنا في السفره، وده المطبخ. هنخش بقى دلوقتي على اهم حته، الطرقه اللي بتودي على طول للحمام مباشره، والمطبخ هنا هون، والاوضه دي الرئيسيه بتاعت النوم الرئيسيه. يبقى اوضتين، صاله وصالون وسفره، حمام ومطبخ. دي شقه تصميمها كده. هنتكلم على الطرقه الاول. الطرقه مساحتها 1.5 متر في 2 متر برضو. ادي الطرقه 1.5 متر في 2 متر. هنبدا دلوقتي بالاوضه الرئيسيه، بعدين الحمام، بعدين المطبخ. نبدا بالاوضه الرئيسيه بسم الله. الباب بتاعها خشب متين برضو. انا بحب الخشب القديم دايما في الاوض، في الشقق، في كل حاجه. ماشي، حتى يعني انا بفضل الابواب القديمه. لما بيبقى عندي شقه بشتري باب قديم وبركبه، بيبقى امتن من الباب الجديد. وفي نفس الوقت حد بيقول لي في ابواب مصفحه ومش عارف ايه وكده وكده، قلت له لا بصراحه انا بحب القديم. الخشب القديم فيه متانه رهيبه. نفس السيراميك بتاع اوضه الاطفال بنفس التركيب، بنفس السيراميك الجميل والشغل الجميل جدا. انا بحب الشغل ده قوي قوي قوي، لانه بيبقى بسيط وشغل ممتاز جدا. شوفوا بقى الحته دي عجبتني جدا. دي دليل على ان الصنايعي ممتاز لما يدخل مستوى شفه الخشب بتاع البلكونه مع السيراميك، فيبقوا متساويين سوا واحد مع المسيح والنظيف وكده، ما يحصلش مشاكل. يعني انا افضل دي. الشغل ده شغل ممتاز. ندخل بقى الاوضه، نتكلم على الاوضه. الاوضه مساحتها كام الاول بعد ما شفنا الباب؟ الاوضه مساحتها 4 في 4.5. 4 في 4.5. 4 في 4.5 اصغر من اوضه الاولاد، لان دي واخد منها البلكونه، وانا احب ادخل البلكونه جوه الشقه. نتكلم الاول على البلكونه. البلكونه عباره عن 1.20 سم في 4 متر. 1.20 سم في 4 متر. ادي البلكونه يا جماعه اهي اهي، وارجع اجيبها لكم من بره. وادي البصه على، طبعا هي بتبص على الخلف، على الخلف. ادي عبد السلام عارف من قدام. وادي التراب. السلام عليكم اهل قوم المسلمين، انتم السابقون ونحن اللاحقون يا جماعه. وادي التراب. طبعا دي الشقه ودي سعرها. تمام، وادي المساحه بتاعت الارض، وادي السقف. تمام، السقف بتاعها اهو واضح، كل حاجه فيه، والشباك اهو. تمام، نتكلم على تاني البلكونه فيها مناشر طبعا. ماشي، المناشر خلاص.
ونتكلم عن مساحتها تاني خلاص، ونتكلم عن سقفها. في جبسون بورد بسيط، الجبسون بورد بسيط. هناخد دايره بقى بانوراما فيها ماشي. ادي البلكونه ومساحتها 1.5 متر، الفتحه بتاعت البلكونه جميله، وادي عمود، وادي حيطه جميله تمام، وادي الحيطان كامله، وادي الباب بتاع الاوضه اللي بيطلع على السفره وبيطلع على الحمام والمطبخ، وادي فيش الكهرباء، وادي مكان اللمبه تمام، وادي عمود تاني، وادي فيش الكهرباء، وادي الشباك الكبير بتاع الاوضه اللي بياخد 1.5 متر مساحته، حجمه عرضه 1.5 متر تمام، وادي لوس اوف جيبسون بورد، واتمنى تعجبكم. وادي نظره من الشباك ده اهو اللي بيبص على عبد السلام عارف وبيبص على التراب، الله يرحمهم ويرحمنا جميعا. وانا النهارده قدمت لكم الاوضه دي هي اوضه النوم بتاعه الشقه دي تمام. هي تعتبر اصغر من اوضه الاطفال بس عشان البلكونه متاخده منها، يعني هي حقيقه تبقى 4 في 5 بس البلكونه هي اللي خدت منها. نطلع منها تاني بقى، طبعا فيها فيش كهرباء كتيره برضو زي ما عودتكم تمام، وده تاسيس صح. نرجع تاني منها على السفره، دخلنا شفنا الاوضه دي، ندخل بقى نشوف الحمام. بسم الله. الحمام يا جماعه لونه بينك بامبي، مساحته 1.70 سم في 3 متر، 1.70 سم في 3 متر. نبص هنا نلاقي فتحه الغساله وبتاعتها والمحابس بتاعت السخان وفيش الكهرباء وفتحه كوبس الغساله والسخان تمام، زائد المنشر. طبعا المكان بتاع الغساله جميل جدا، حوالي 1.40 سم يعني ياخد اكبر غساله تمام. البانيو كبير، ده البانيو بقى يا جماعه 1.70 اللي بياخد واحد كامل نايم فيه تمام. وده شباك الحمام، وادي السقف بتاعه السيراميك جميل جدا لحد السقف بدل الجبسون بورد. هو الراجل عمل فيه فن كده السيراميك، الحته دي صح في الحمامات، بس ما تعملش السقف سيراميك، ما تعملوش السقف سيراميك يا جماعه نصيحه تمام. وادي الحوض ماركه ديورا تمام، وادي الحوض، وادي باب الحمام خشب. عدد فيش الكهرباء 1 2 مكان الشفاط هنا 3 وفي مفتاح، يبقى كده 3 فيش كهرباء في الحمام ما شاء الله، تأسيس صح. والباب بتاعه خشب جامد، السيراميك، البلاعه معموله السيراميك معمول يجري عليهم، والحمام ديورا والبانيو ديورا ماشي. التصميم بتاعها حلو قوي الشقه، والحمام كويس جدا تمام. نبدا بقى نطلع من الحمام، نطلع من الحمام. شباك الحمام طبعا بيبص على عبد السلام عارف من الجنب، هو كله جانبي يا جماعه، دي الشقه كلها جانبي، بص على عبد السلام عارف من الجنب، وفي حديد من الحمام عشان يحميه من اي حاجه. الشباك الحمام خشب، والسقف هو زي ما انا وريته لكم تمام. وادي الارضيات تمام. نرجع تاني بقى للطرقه تمام. يبقى احنا كده شفنا الاوضه وشفنا الحمام، لسه المطبخ. ندخل على المطبخ بقى يا جماعه. المطبخ دي 2 متر، 2 متر و20 سم بالظبط، 2 متر و20 سم تمام، في 4 متر، في 4 متر تمام. مش معمول لها مستوى السيراميك اللي يتحط عليه الرخام تمام. الحوض ستانلس ممكن تشيله وتحط رخام، البلاستيك بقى جديد، بلاستيك مش حديد تمام. في غاز اهو، ادي الغاز واضح جدا، وماسوره الغاز راكبه ونازله لحد كده تمام، ونازل فيها فرعين، ادي فرع لسخان الغاز وفرع للبوتاجاز تمام. ادي حاجه، وادي فتحه التهويه، وادي الشباك بيبص على عبد السلام عارف تمام. وادي مكان للشفاط، ده الشفاط الاسود، ده الشفاط، يعني لو ما نشيل دي هنشوف الشفاط تمام. ادي مكان الشفاط. فيش الكهرباء 1 2 3، وطبعا دي الفتحه بتاعت البار اللي بيطلع لايه للسفره لما يبقى في ضيوف، 4 5 فتحات كده. الميه والحنفيات ومكان الفلتر، فتحه الفلتر تمام، وفتحه هنا كمان للغساله الثانيه اللي هي من فوق تمام، وفي فتحه من الميه. يعني بالنسبه للصرف والميه معموله صح، والحنفيات معموله صح جدا. ده مكان للديش ووشر، غساله الاطباق تمام. هنتكلم عن المساحه تاني. والسيراميك، السيراميك جميل لحد السقف. السيراميك ده نوعه اللي هو الرصاصي في ابيض تمام. التصميم بتاعه حلو. معلش يا جماعه لو ايديا بتتحرك كتير في التصميم في التصوير معلش اعذروني. الشقه كامله العدادات غاز وميه وكهرباء، ربنا يسعد اللي ياخدها يا رب ويجعلها عتبه خير عليكم يا رب. وادي كل حاجه في الشقه، وادي تصميم المطبخ بالكامل جبته لكم من الارضيات للسقف تمام. وادي كل حاجه فيه، يا رب يسعدكم ويا رب يهنيكم وتبقى الشقه جميله. وادي مفتاح العدادات تمام والكوبسات. هناخد بقى رجعه بسيطه على الحمام والاوضه، نبدا نقفل كل حاجه مع بعض. بسم الله بسم الله. ادي الاوضه والحمام ماشي. ادي البلكونه قفلناها، ادي البلكونه قفلناها، وادي
الاوضه دي بعد ما نقفلها هنشوف شكلها عامل ازاي. ادي الاوضه دي وادي الشارع قفلناهم مع بعض اهو. خلاص يا جماعه، ادي الحاجه قفلناهم. يلا يا جماعه، ادي دول وادي الازاز بنقفله. ايوه كده هنشتغل كده يا جماعه الاوضه ماشي، ونشوف كل حاجه مع بعض. بسم الله. ادي الاوضه وادي الحمام. هنقفل كل شبابيك وحاجته مع بعض عشان تبقوا مراجعين على كل حاجه معانا، واي حاجه تطلبوها انا تحت امركم. عشان بس يعني ايه، كل اللي بيطلب يتفرج يكون اتفرج وشاف على النت، عشان لما يجي يبقى جاي باذن الله يخلص، او يكون حتى جاي يعني يشوف يطمن للاوراق وكل حاجه، ان انا اطمنكم جميعا باذن الله. تمام. وطمنوا يا جماعه الاوراق سليمه، ملاك من زمان يعني الاملاك، وهو يعني املاكنا الحمد لله ما بنقدمش حاجه بتاعت حد غريب، يعني كلها الاملاك الحمد لله الملك لله وحده يعني عامه. فربنا يسعدكم جميعا ويفتح عليكم ويبارك للي هياخدها يا جماعه. تمام. بالنسبه لتفاصيل السعر في الشقتين ان شاء الله التفاصيل دي عشان بس ايه، الاسعار كل يوم متغيره، فانا هكون واضح معاكم بالنسبه للاسعار. هنتكلم فيها لما نقف مع بعض، لان السعر كل يوم في كلام تاني بسبب تحرك الدولار وتحرك الاسعار ووقوف الدنيا كلها. فالسعر ده كله هيبقى معانا باذن الله في القناه. ادعمونا باشتراككم وكلمونا على رقم القناه، هتلاقونا معاكم في كل حاجه، وهنوصلكم كل الاسعار وكل حاجه بسعرها النهائي باذن الله. خلاص. بس انا برضو للعلم بالشيء، بس ده يعني ساعه تصوير الفيديو. خلاص، ساعه تصوير الفيديو. انا كان اخر كلام طلبته وكان الناس لسه بيتشاوروا. تمام. انا طالب 9 في اللي على الشارع و8 في اللي جانبي. تمام. 9 في اللي على الشارع و8 في الجانبي. ده الفيديو اللي انا قلته لكم، وقلت لكم الاسعار عشان انتم كلكم تبقوا عارفين كل حاجه. تمام. 9 في اللي على الشارع و8 في الجانبي. الكلام ده يعني لحد النهارده، ومش عارف بكره ايه، لان محدش عارف الاسعار ايه. يعني حضراتكم شايفين الحياه بقت عامله ازاي والاكل والشرب عامل ازاي. ماشي. هصور لكم كمان المدخل، وهصور لكم معاه الايه، اللهم صل على النبي. هصور لكم المدخل وهصور لكم معاه الشارع الرئيسي. تمام. يلا يا جماعه، وفرصه سعيده، وما تنسوش تدعمونا باشتراك ولايك في القناه. بصور لكم الاسانسير اهو دلوقتي. تمام. الاسانسير هجيبه لكم حته حته بالتفصيل. تمام. الاسانسير يا جماعه بسم الله مساحته متر في متر و40 سنتي. ادي رخامه، وادي مرايه، وادي الزراير. تمام. وادي من جوه، وادي سقفه، كل حاجه. هجيبه لكم تاني لما اخلص باذن الله من مدخل العماره. ايه يا جماعه، معاكم اهو بنصور الشارع، شارع عبد السلام عارف الرئيسي. المدخل اهو كله زرع زي ما انتم شايفين. الباب اهو مدخل العماره. تمام. الشارع ده شارع جانبي جميل جدا، كله زرع ونظافه. ادي المدخل يا جماعه زي ما انتم شايفين، سيراميك. تمام. وادي السلم، وادي غرفه الحارس، وده الاسانسير. ده الاسانسير يا جماعه. ماشي. انا عملت لكم المدخل اهو، كنت عايز اطول لكم فيه واوريكم السلالم 1 2 3 4 5 5 سلالم. تمام. وادي الاسانسير، وادي شوفوا الجمال بتاع السلم، معمول صح ومعمول فيه مرايات، وشكل جميل جدا، وجبسن بورد. تمام. السلم جميل جدا والمدخل حلو. تمام يا جماعه، ونورتوني.